شركة الاستشارات العالمية نايت فرانك نزلت تقرير قالت فيه أنه عدد الأثرياء في المغرب سجل ارتفاع كبير خلال السنوات الأخيرة بنسبة نمو تجاوزت 41% منذ سنة 2021، حيث بلغ عدد الأفراد الذين تفوق ثروتهم 30 مليون دولار، أي حوالي 276 مليون درهم، نحو 432 شخص سنة 2026. وقالت أنه عدد الأثرياء في المغرب قفز من 305 شخص سنة 2021 إلى 432 شخص خلال السنة الجارية، وسط توقعات ببلوغ رقم 550 بنمو سنوي يتجاوز 27%. وفي سياق متصل، وضع التقرير مدينة مراكش في المركز 40 عالميا ضمن مؤشر PERE الذي يقيس نمو الأسعار في أفخم العقارات السكنية عبر 100 دولة في العالم، متفوقة بذلك على مدن عالمية شهيرة في عام 2025 مثل نيويورك ب 0.8%، وباريس ب 1.3%، وموناكو ب 3.1%. وبحسب نفس المصدر، فإن مدينة مراكش قد سجلت ارتفاعا بنسبة 4% في أسعار العقارات الفاخرة خلال سنة 2025، متجاوزة بذلك المتوسط العالمي البالغ 3.2%. كما حافظت مراكش على المعدل نفسه على مدى 5 سنوات إلى غاية نهاية سنة 2025، مسجلة نموا تراكميا وصل 4%. وتعد نايت فرانك إحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة في الاستشارات العقارية والوساطة العقارية، وتتخذ من لندن في المملكة المتحدة مقرا رئيسيا لها، كما أنها تدير أصولا عقارية وتجارية وزراعية وسكنية تتجاوز قيمتها 817 مليار دولار.